تخيلوا أن إيران تعلن ملكيتها للقطب الجنوبي، روسيا تعلن بأنها اكتشفت مخزون نفطي عالي جدا 511 مليار برميل، اللي هو ضعف المخزون النفطي السعودي في القطب الجنوبي، اللي بحسب روسيا مملوك لبريطانيا أيام توسعها لما كانت بريطانيا إمبراطورية. طيب، الكل يتحدث والكل يقول بأن هذا تبعي، أمريكا تقول القطب الشمالي ملكي، روسيا تقول القطب الشمالي ملكي، إيران تقول القطب الجنوبي ملكي، الكل يقول هذا حقي وهذا حقي، والكل يتحدث ويهايط ما عدا السعودية. ما عمرنا سمعنا السعودية تقول أنا أمتلك القطب الشمالي أو أمتلك القطب الجنوبي أو أمتلك أي شيء خارج وجود السعودية. طيب، كمقارنة لاحظوا السعودية أنها هي قلب أو عقل وقلب الجزيرة العربية النابض. فمقارنة بالجزيرة العربية في السابق أيام بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غزت العالم، هل الموضوع مشابه أو معاكس؟ هل السعودية مشابهة لما حدث في السابق أو معاكس؟ طيب، لو أقول لكم بأنها مشابهة، بأن الموضوع ما هو متناقض. أنتم تشوفون العالم كلهم الآن يقولون بأن هذا تبعي وهذا تبعي ويحاولون السيطرة والكلام هذا كله، والجزيرة العربية في السابق سيطرت على كل الشرق الأوسط اللي هو تقريبا نصف العالم في ذاك الوقت، سيطرت على نصف الكرة الأرضية، نصف البشر في ذاك الوقت. تدرون شو الفرق؟ الفرق بأن البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الجزيرة العربية اللي سيطروا في السابق سيطروا بالأفعال، فعلوا، سيطروا، ما قالوا الشام تابعة لنا، العراق تابعة لنا، اليمن تابعة لنا، أدري إيش، مصر لا، ما قالوا ولا كلمة. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم اجعل بيننا وبين فارس، يعني ما معناه أن جدار من نار، أن أبعدنا عنهم. ما كان يبغاهم ولا كان يهايط ولا كان يقول سنحتل فارس، ومع هذا هدم امبراطوريتهم وأخذهم بالكلام. ما كان يقول بناخذهم، بالفعل أخذهم. شفت الفرق؟ الآن الكل قاعد يقول بنسوي هذا تبعنا هذا، إلا السعودية ما تقول ولا كلمة، ما تقول ولا شيء، ما تدعي بأنها تمتلك شيء خارج حدودها، فقط تفعل فقط الأفعال. والصدق هذا شيء جدا مشابه لأهل الجزيرة العربية، آبائنا وأجدادنا في السابق كانوا يسوون نفس الشيء. ما كانوا يدعون، عمر رضي الله عنه ما عمره قال فارس لنا أو شيء من القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يقول يعني تنبؤات، لأنه رسول كنبي، وتنبؤ كنبي كان يقول يعني لكم ملك فارس، لكم كذا، لأنه يتنبأ بالشيء هذا، مو لأنه يهايط. وما كان يقوله للناس، ما كان يقوله للفارس، ما كان يقوله اللي حوله، صحابته بس. فما كان في أحد منهم يهايط ويطلع اللي برا ويقول أن بنسوي وما أدري إيش أبدا. كانوا ساكتين والحديث في داخلهم، لكن بالفعل يفعلون. طيب، الآن الجزيرة العربية في السابق كانت تتوسع، صح ولا لا؟ اجتاحت نصف العالم في ذاك الوقت، اللي هو الشرق الأوسط وأغلب أفريقيا، ووصلت إلى أوروبا، وأغلب تقريبا جنوب آسيا كلها اكتسحته، فتقريبا امتلكت نصف البشرية في ذاك الوقت. الآن هل السعودية اللي هي عقل الجزيرة العربية وقلبها النابض هل تتوسع؟ نعم، لكن ما تتوسع بنفس الطريقة، لأن العالم تغير. العالم ذاك الوقت كان عالم يعتمد على القوة البشرية، كان يعتمد على السيف والحصان، والقوة الجسدية كان يعتمد على الحرب، صراع اللي يفوز فيها ياخذ الأرض المقابلة. لكن الآن الموضوع ما هو بالطريق هذه أبدا. الموضوع الآن بعد قيام الأمم المتحدة وتحديد الحدود، الموضوع جدا جدا صعب.
حتى إسرائيل المدعومة من الغرب كله، يعني مدعومة بشكل جدا 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 كبير من أمريكا والغرب كله، كم قعدت عشان تقدر أنها تحتل فقط جزء، فقط فلسطين؟ قعدت عشان أنها تقدر تحتل فلسطين تقريبا 100 سنة، وما بعد أكملت احتلال فلسطين. فقعدت فترة طويلة جدا. شوفوا لما روسيا وهي إمبراطورية عظمى عشان تقدر تأخذ جزء من أوكرانيا، شوفوا ايش صار، حرب شعواء. فالآن الموضوع صعب جدا أنك تمتلك الحدود. الآن الموضوع أنك تمتلك ليس بالقوة الصلبة، بالقوة الناعمة. أنا تكلمت عن الموضوع هذا بشكل جدا مطول في الماضي، لكن أبى أتكلم الآن عنه بشكل يعني مختصر. الموضوع التوسع الآن اللي ممكن تسويه هو التوسع بقوتك الناعمة وتأثيرك. ما يفرق أن دولة صغيرة دولة كبيرة، الموضوع ما يفرق. في دول كبرى جدا، الهند عدد سكانها 1,000,000,000 وما أدري كم، تأثيرها مقارنة بأمريكا اللي عدد سكانها 5 عدد سكان الهند. سكان أمريكا 300 مليون وشوي، سكان الهند تقريبا 1,500,000 أو شيء من القبيل. أمريكا 5، الهند 5 أضعاف أمريكا، ومع هذا أمريكا أقوى من الهند بأضعاف المضاعفة. فالموضوع مو بعدد سكان، مو بالمساحة، مو بالتوسع، لا، بقوة التأثير وبقدرة التأثير. والسعودية الآن حقيقة تتوسع ليس بالأقوال لكن بالأفعال. السعودية ما تعلن وما تقول أنا تبعي هذا، أنا حقي هذا. إذا بغت تمتلك شيء تمتلكه بالفعل، وبتكتشف فيما بعد بأنه تبع السعودية بدون ما تعرف، بدون ما تحس أساسا، بدون ما تحس بتكتشف بأن هذا الشيء صار للسعودية. طيران وصنافير هي أساسا للسعودية في السابق من البداية، ثم صار في عنها شوشرة، ثم تم إخماج الشوشرة، لكنها للسعودية. انتهى الموضوع. هذه جزر للسعودية. ما يحتاج السعودية تقول تطلع في إعلام نحن لدينا ونمتلك ولا تهايط. لا لا، أبدا أبدا، ما يحتاج الموضوع. بتسوي شيء بتسويه يعني بالخفاء وبالعمل وليس بالأقوال. هذه طريقة السعودية، ونفس الطريقة القديمة طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان أساسا يبغى يفتك من فارس، وفجأة بأفعاله وأفعال الخلفاء وأفعال الصحابة غزوا فارس وامتلكوها، وكان يبغى يفتك منها. أقواله تقول اللهم ابعدنا عنهم، لكن أفعالهم امتلكت فارس. شوفوا الفرق، تعرفون الفرق بين اللي هاي تقول نحن سنمتلك وأفعاله تهزمه؟ حنا الفرق، حنا يمثلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي يقول الله يبعدنا عن الشر، لكن على أرض الواقع يمتلك الكثير. ودمتم بخير.